بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أنا عايز حضرتك تتخيل معايا إنك دخلت الجنة، قول يا رب. ولما تدخل الجنة ربنا يقول لك عاوز إيه؟ هو معقولة بعد ما تدخل الجنة ربنا هيقول لك عاوز إيه؟ تخيل إن أنت في الجنة بتتحكم أنت عاوز إيه في الجنة؟ عايز يبقى الملك بتاعك في الجنة قد إيه؟ هو ده ممكن؟ ما سمعناش عنها قبل كده دي. طب اسمع الحديث القدسي ده بقى معايا كده ونشوف. أوحى الله إلى داود: يا داود إن العبد لا يدخل الجنة بالحسنة يحكمه الله بها فيها. يحكمه الله بها فيها. فقال يا ربي ومن هذا العبد؟ ده مين ده اللي هيتشرد ويقول أنا عاوز؟ ده مين ده يعني؟ فقال داود يا ربي ومن هذا العبد؟ فقال المؤمن يسعى في قضاء حاجة أخيه يريد قضاءها قضيت على يديه أو لم تقضى. بس كده؟ أي والله. شفت ربنا بيحبنا قد إيه؟ شفتوا الدين بتاعنا وحلاوته وجماله وسهولته؟ الدين مش رهبانية ولا قوقعة ولا انك تلبسون للناس مسوك الضأن او تربي اللحية او تقصر الجلابية او تكشر وانت ماشي او تعمل نفسك. ما فيش. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما او قطيعة رحم. شفتوا الحسنة دي بس لوحدها تخليك تتحكم في الجنة انت عاوز ايه. الحقيقة ده أثار عندي فضول في حاجة غريبة قوي. هو انت متخيل ان ربنا مش عارف انت عاوز ايه؟ اكيد عارف. طيب هو اللي ربنا محضره لك افضل من اللي انت هتختاره ولا اللي انت هتختاره افضل؟ ليه؟ ليه؟ أنا عارف إن دي الإجابة. أيوه ليه؟ أيوه ما هو نعم، ما هو كله الخير من عند الله سبحانه وتعالى، لكن ليه؟ لا يمكن أنت هتفكر في أي حاجة أفضل من اللي ربنا كان مختارها لك، ليه؟ هو الخالق على قدر الله. ماشي جميلة دي بس. هو عارف انت عايز ايه، وفي حاجات انت حاجات انت عايزها. طب وفين فين فضله ليس له؟ فين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ دي ما كانتش لينا عندنا. ليه ما فكرناش فيها؟ ما هو انت الواحد عشان تطلب حاجة لازم تكون عارفها، شفتها، فانت حابب انها تكون عندك. فانت لا سمعت ولا شفت ولا يمكن هيجي على خاطرك ابدا لانك ادوات الاستقبال عندك اللي بتكون المعلومه جوه المخ والعقل ما استوعبتش وما سمعتش حاجه وما شافتش والعين ما شافتش. فانت هتتخيل من اللي ما شفتوش ازاي؟ او هتتخيل صوت اللي انت ما سمعتوش ازاي؟ او هيجي على بالك ازاي؟ لكن اللي ربنا مختاره لك هو يقينا افضل. طب لما هو يقينا افضل ربنا بيحكمك ليه في الجنه؟ بيقول لك اختار طالما اللي عنده واللي هو مختاره لك افضل. انت عارفين بقى، انا بقول انا بحب اسرح كده، ما بحبش الامور تتاخد على علتها كده، لازم تعيش. ليه؟ اذا كان اللي مختاره لك افضل فسايبك انت تختار ليه؟ عشان يعرفك مدى فضله عليك. انت اختيارك محدود لكن اختياره هو اعظم. طب ما احنا قلنا قبل كده امبارح ولا اول امبارح انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. فانت ظنك بربنا ايه؟ على قدر ظنك بربنا هيديك.
شفتم؟ على قدر ظنك بربنا هيديك. ولذلك المساله كلها جت عند ايه بقى؟ طب نعمل ايه بقى عشان نبقى من دول؟ يا رب نبقى منهم. يبقى تسعى في قضاء حوائج المسلم. إذا كنت ربنا بيقول لك أنا عند ظن عبدي بي، طب لما يجي لك حد وظنه فيك خير ترجعه مكسور الخاطر ولا مجبور الخاطر؟ ما أنت لو جبرت هتجبر، ولو كسرت هتكسر، صح ولا لأ؟ ولذلك يبقى هنا إيه؟ الفكرة كلها إنك لما تجبر بخاطر حد تسعى في قضاء حوائجه. طب أنا ما عنديش، عشان كده رد عليك قال لك إيه؟ قضيت على يديك أو لم تقضى. مش مشكلتك إنك تقضيها، لكن مشكلتك الإيه؟ النية، اللي هو قبل السعي النية. أنت مقبل على الله فعلا، نيتك خالصة لله، إنك تسعى في قضاء حاجة أخيك المسلم. أنا عند ظن عبدي بي. الله في عون العبد ما دام في عون أخيه. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، ما هو أصل اللي جاي لك ده عامل حساب إنه إيه؟ مسنود عليك، صح؟ اللي جاي لك ده هو عنده عقيدة وظن لدرجة اليقين إنه هيلاقي حاجته عندك، أو إن أنت مش هترجعه مكسور الخاطر. الكلام ده عند مين؟ الأفكار دي كلها ظن المسلم في مين؟ في ربنا. لأن أنت ظنك في الله إنه هو المعين، وظنك في الله إنه هو القادر، وظنك في الله إنه هو الرزاق، وإنه هو جبار الخواطر، وإنه هو. ولذلك أنا عند ظن عبدي. إذا كان ده ظنك في ربنا فربنا بيديك على قد ظنك. طب واللي جاي ظانن فيك إن أنت هتقف معاه، لو وقفت معاه فأنت خدت صفة، حققت صفة في ذاتك على قدرك من صفات الله، اللي هو قال عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخلقوا بأخلاق الله. ما هو المسلم لازم ربنا صفاته وأسماؤه إيه؟ هو ليه إن لما قال إن لله 99 اسما من عدها دخل الجنة. علي صوتك. أيوة أنا عايز علي صوتك. من أحصى؟ ليه ما قالش عدها؟ قال أحصاها. ليه ما قالش عدها؟ دايما بنقولها على المنبر في خطبة الجمعة. مين خريج تجارة؟ مش في حاجة؟ كلنا أيوة، الشعب المصري كله خريج تجارة. في علم اسمه علم الإحصاء، صح؟ العد إنك تعد من واحد لأرقام العد، تقول 1 2 3 تعرف تعد، والناس كلها بتعرف تعد. أما مين اللي يعرف علم الإحصاء؟ طب يعني إيه علم الإحصاء؟ علم الإحصاء ده موال لوحده. لازم تختار عينة، والعينة تكون مطابقة، والمنوال والثغرة صح؟ والوسط والوسيط والمنوال. ده علم طلعوا كده. أيوة شوفوا، علم ولازم تكون العينة متشابهة، علشان لو مش متشابهة يبقى يحصل فيها ايه؟ مش هتنطبق، ويبقى ما ينفعش فيها المقياس. كلام كتير قوي في علم الإحصاء. ولذلك قال من أحصاها. ومعنى أحصاها بقى الإحصاء لأسماء الله وصفاته. معناها انك تقول الرحمن، ويقعدوا يغنوها الرحمن، ويبتدي الفرح بادئ بالاسماء الحسنى، وبعدين يشغل الرقاصه والاغاني وعمرو دياب، وبعد كده يختم بالاسماء الحسنى. زي التلفزيون يبتدي المحطه تبتدي بالقران الكريم، وبعد كده المسخره كلها، وبعدين في الاخر ايام عبد القادر حاتم يعمل وش الساعه 12. ما عادش بيفرق الساعه، ولا وش ولا الساعه 12، شغاله 24 ساعه والحسابه بتحسب والناس قاعده وكله تمام. صح ولا انا بتكلم غلط؟ انت بتدخل الدنيا في بعض. مش معلش، سامحوني. لكن لازم تفهم يعني ايه احصاها. الاحصاء غير العد. الاحصاء انك تفحفر تعرف معنى الاسم، والاسم ده يليق بمين ولا لا يليق بمين، وكيفيه. علم. اما هو انت وتفهم. ولما تفهم من عرف نفسه فقد عرف ربه. صح ولا لا؟ لما تعرف نفسك هتعرف ربنا، ولما تعرف ربنا تبتدي تعرف بقى هو اسمه ليه كده، ومعنى الاسم ده ايه، والفرق بين الرحمن والرحيم ايه، ويعني ايه الجبار. هل الجبار من البطش ذو البطش الشديد، ولا جبار جبر الخواطر، ولا تحتمل الاثنين؟ خش بقى في كل اسم ودور على معنى هذا الاسم وهذه الصفة. ولذلك أنا عند ظن عبدي بيه. يبقى عشان تتحكم ربنا يحكمك في الجنة ويقول لك اختار واعمل اللي انت عايزه رغم اللي محضره لك بقى. والآخر حاجة نقولها، إذا كان ربنا محضره لك
افضل بكتير جدا من اللي انت هتختاره. نقول تاني، هو ليه سايبك تختار؟ احنا جبنا الإجابة الأولانية. الإجابة التانية بقى، لازم يحسسك بعزتك عنده، انك كريم على الله، فيقول لك ايه؟ اختار. شوف بيدلعك، ربنا بيدلعك، يقول لك ايه؟ انت عاوز ايه؟ طب العلم اللي هيديهولك احسن وافضل، لكن سايبك انت تختار. يقول لك خلاص اخترت، طب ايه رايك وخد دي كمان معاك، وخد دي كمان معاك، وخد دي ايه ده؟ ايه ده؟ انت عشتوا الجو. ربنا يجمعنا جميعا في الجنه، ويجعلنا من اهل الفردوس الاعلى على قدم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.